هلو حبايبي، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. حبيت النهارده ان انا اعمل لكم فيديو مختلف شويه. فالنهارده قبل ما انام حبيت ان انا اعمل لكم الروتين المسائي بتاعي اللي انا بعمله قبل ما بنام على طول. اوكي، اول حاجه هعملها ان انا مش حاطه ميك اب، بس انا لازم اتاكد ان بشرتي نظيفه جدا عشان ابتدي ان انا اعمل سكين كير بتاعي. فاول حاجه هعملها هستخدم الغسول. هي ما فيهاش ميك اب، لو في ميك اب كنت اشيله بالميك اب ريموفر، بس دلوقتي بما اني مش حاطه ميك اب اوريدي فهستخدم الغسول ده من بيوتي اوف جيسون. اوكي، ده هستخدمه على بشرتي. مش بيحتاج ان انت تحطي مع ميه، بس مجرد ان انا بمشيه على بشرتي كامل وعلى الرقبه. طبعا متنسوش لان الاغلبيه بينسوا منطقه الرقبه. اوكي، بعدين بجيب زي كده لها شويه صغيره جدا ميه، هي عامله زي السيليكون، وبعدين بمشي على البشرة عشان لو في بواقي اي شيء او اتربة بتخرج بالطريقة دي. ما ننساش الرقبة. دلوقتي بغسل وشي، بستخدمه تقريبا مرة في الاسبوع، وبستخدم المعجون العادي بتاع كل يوم نورمال، بس هو جه الوقت بتاعه النهارده فقلت ان انا استخدمه. كده قوي. انا دايما عندي احمرار حوالين المناخير وشويه في الخدود، فانا بحب قوي قوي قوي. طبعا اللي يعرف الموضوع ده الناس القديمه فقط. اوكي، فمش كل الناس تعرف الموضوع ده. بحب استخدم الروز ووتر، فحلو جدا للاحمرار. بس مجرد ان انا باخد على قطنه وبمشي على كل الاماكن الحمراء اللي عندي، او بمشي على الوش كامل. الروز ووتر جدا 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 او ميه الورد جدا 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 بيدي مفعول حلو توحيد للون البشره، وبيشد لك البشره جدا، وبيخلي لك بشرتك كتير فيها اشراقه. بستخدم التونر ده برضو بيوتي اوف جيسون، ده اللي هو اللي فيه جينسينج، فجدا من الحاجات اللي انا مرتاحه لها الفتره دي وبشرتي مرتاحه له جدا. اوكي، على بشرتي كامل زي كده. وما ننساش الرقبة مدة ثواني لغاية لما البشرة كلها تحسوا ان هو اتشربته، وبعدين بنروح للستيب 3. اوكي، كمان اوبشن على ما هو يبتدي ان هو يتغلغل جوه البشرة ممكن تستخدموا الجواش اللي زي كده. اوكي، على ما يبقى ان هو البشرة اتشربته. لما تحسوا ان هو نشف خلاص توقفوا وتبتدوا ان انتوا تكملوا الروتين بتاعكم. ان انا عملت فيديو قبل كده انا كنت بتكلم فيه عن الجهاز اللي هو جهاز الدبل تشين، فده انا بعمله تقريبا اسبوعي عشان اللي فيه اضاءة الايدي. اوكي، لكن بالنسبة للجواش انا بستخدمها بشكل يومي. بعد كده هنحط السيرم بتاعنا. هحط السيرم برضو من نفس البراند بيوتي اوف جيسون، بس ده السيرم كمان بالجينسينج بالسنايل. اوكي، فده كمان من الحاجات اللي انا بحبها جدا. ونفس الموضوع، وما تنسيش الرقبة. نحطه على الرقبة ونعمل مساج اوردينري.
اوكي، ده الاندر اي اللي فيه كافيين. فهو لما انت بتحطيه الكافيين بيعمل تفتيح لمنطقة الاندر اي، فجدا ممتاز. انا بحب جدا استخدمه، يعني حتى لو مش كل يوم بس يوم بعد يوم بحب استخدمه، وبعدين بيتشربوا البشرة بسرعة جدا. فمن الحاجات اللي انا بحبها جدا جدا جدا. وبرده نعمل له مساج. قلت لكم لو عايزين ممكن نفس الجواشة وهو لسه البرودكت لين ما تشربش، واعمله حوالين العين كده كأنك بتشربي، بتخلي البشرة تتشرب أول بأول أي منتج انتي بتحطيه. لكم حاجة مفاجأة هتكلم عنها لأول مرة. أنا بحب جدا المنتج ده. استخدمته كنت فاكرة ان هو ملوش علاقة، بس بعدين لما استخدمته لقيت ان هو فرق جدا جدا جدا. ده اللي اسمه سودو كريم، بحطه على اساس ان ايه لما تكون بشرتي شوية باهتة او شوية تعبانة، فهو علشان تقيل شوية فلازم ان انتي تدمجيه كويس قوي على ايدك قبل ما تحطيه، لانه لونه ابيض زي ما انتوا عارفين. فلازم تدمجيه كويس وبعدين تحطيه على بشرتك وتدمجيه على البشرة. تمام. ومع الدمج واللون بيروح. كده بتدمجيه زي ما بقول لكم كويس جدا 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 على البشرة، وبعدين بيبقى خلاص هو تجانس مع بشرتك، وبقى اللون ما بقاش فاتح زي ما كنتوا شايفين في الاول. دلوقتي كريم تحت العيون. انا حطيت سيرم بس دلوقتي هحط الكريم. بحب استخدم طبعا اهم حاجة وانتي بتعملي البلاند او بتوزعي الاي كريم كمان بالمرة تعملي مساج علشان بيفرق جدا في البشرة. اوكي. اكسس انا بستخدمها على ايدي دايركت. انا بستخدمها دلوقتي بس بستخدم جراند لاش، دي اللي هي السيرام اللي بتستخدميه للرموش. اوكي، فانا بستخدمه على الرموش دايركت من فوق ومن تحت زي كده. وكمان بستخدمه لبعض الاماكن في الحاجب، الاماكن الفاضيه مثلا اللي هي زي كده بستخدمها عليه كاني برسم حواجبي بالظبط زي كده. بستخدم البيوما ليب سكراب او ليب ماسك. اوكي، بحب ان انا قوي احطه لانه كمان بيبقى حلو جدا على الشفايف لما بيكون مثلا بيملاها، بيخليها زي ما تكون بلامبينج، فانا بستخدمه. استخدمتها هي الليب ماسك للشفايف، وبكده اكون خلصت السكين كير بتاعي. حبيت ان انا اوريكم المنتجات، كل المنتجات هحطها لكم تحت في الوصف، صندوق الوصف، لو حابين ان انتوا تجيبوها. اتبسطت جدا الفيديو النهارده، واهم حاجه اللايك وسبسكرايب للقناه، وخليني اشوفكم قريبا جدا في فيديو جديد. اهم حاجه تكتبوا لي في الكومنتات انتوا عايزين فيديوهات تتكلم عن ايه. اوكي، يلا ready to sleep. Bye guys.